أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البط الصوتي. من رواية الإخوة كارمازوف لفيدوار دوستويفسكي. كان أمادو كارمازوف شخصية مشهورة بتوقعات المجتمع وأسرته الكبيرة. كل الناس كانت بتوقع إن هو يبقى حاجة كبيرة أوي، كانوا بيتوقعوا إن هو يكون شخص مثالي، لكن الضغوط اللي واجهها بسبب التوقعات دي أثرت عليه بالسلب وأثرت على نفسيته بشكل كبير جدا. أمادو كان بيعاني من صراع داخلي بين تلبية توقعات عيلته وبين إن هو يحقق أحلامه الشخصية. الصراع الداخلي ده كان سبب رئيسي في مشاكله النفسية وتعامله مع الضغوط بشكل سلبي. في النهاية الرواية بتبين لنا إزاي الصراع مع توقعات الناس اللي حوالينا والضغط النفسي اللي بيترتب عليه ممكن توصلنا نتائج درامية جدا، سواء على المستوى الشخصي أو في تعاملنا مع الناس التانية. كل واحد فينا بيواجه توقعات مختلفة من كل الناس اللي حواليه، سواء كانوا أهلك أو صحابك أو زمايلك. التوقعات دي ممكن تكون عن نجاحات معينة مثلا، إنجازات، حتى عن طريقة تعامل أنت بتتوقع أو هم بيتوقعوا منك إن أنت تعملهم. الضغط الناتج عن محاولة إنك أصلا تلبي التوقعات دي بيسبب لك توتر وضغط نفسي كبير. طب هو ليه بيحصل كده أصلا؟ الناس بتحط توقعات على الشخص نتيجة لشوية معايير اجتماعية كده، بتبتدي من أول الدراسة، من الأهل لما يتوقعوا دايما ان انت هتجيب الدرجات النهائية في كل المواد. ليه؟ انا معرفش والله. بصرف النظر بقى انت بتحب ايه او هتعرف تعمل ايه، هما دايما متوقعين ان انت لازم تجيب 100%، وفي نفس الوقت عاوزينك تبقى بتلعب رياضة، تتعلم موسيقى، ترقص باليه. قصة حزينة جدا. تفضل بقى التوقعات دي مكملة معاك كل ما تكبر بتكمل معاك لحد ما تلاقي نفسك خلصت ثانوية عامة كده وداخل خلاص الكلية وانت متشتت اصلا ومش عارف هتعمل ايه. فيفضلوا بقى يقولولك ايه، لازم انت تخش الجامعة الفلانية او الكلية الفلانية لان دي مستقبلها 1 2 3. هو حقيقي هم عاوزينك تبقى احسن حد في الدنيا، بس التوقعات اللي هم بيحطوها عليك ان انت هتنجح في 1 2 3، بصرف النظر انت بتعرف تعمل ايه او ما بتعرفش تعمل ايه، التوقعات دي ممكن تسبب لك توتر وضغط نفسي كبير قوي. توقعاتهم في انك تحقق النجاح ده بيخلق ضغط عليك عشان تحاول تحقق التوقعات دي حتى لو ما كانتش ماشية معاك، يعني مش جاية معاك. يعني هم عاوزينك تطلب العلم ولو في الصين، انت عايز تطلب بيتزا اصلا مش في دماغك. ساعات كمان الاهل او الناس عموما اللي حواليك بيتوقعوا منك حاجات نتيجة مثلا لاكسبيرينس هم عدوا بيها، مواقف هم شايفينك انت داخل عليها وهم عدوا بيها قبليك ووقعوا في نفس الفخ، فتلاقيهم بيحذروك ما تعملش كذا، تعملش كده اللي يحصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. ده ممكن يتسبب في ضغط عليك برضه عشان هما بيتوقعوا انك ما تكررش نفس غلطتهم او غلطة غيرهم اللي شافوا نتيجتها. انت بقى لا حول ولا قوة الا بالله خايف اصلا انك ما يكونش عندك القدرة انك تحقق التوقعات دي، وده بيخليك دايما حاسس بقلق وشعور بعدم الامان والطمأنينة طول الوقت، انت قلقان. وعشان تتعامل بقى مع النوع ده من الضغط النفسي اللي بيجي نتيجة التوقعات، لازم تعمل اللي اقول لك عليه. اول حاجة لازم تفهم اهدافك الشخصية، انت عايز ايه، تحدد اولوياتك، ايه اللي يناسبك، نفسك تحقق نجاحاتك ازاي بعيدا عن كل التوقعات اللي الناس دي حطاها حواليك. تتكلم كمان مع الناس بصراحة يعني عن مشاعرك والضغوطات اللي بتواجهك والحاجات اللي مضايقاك وقدرتك على تحقيق توقعاتهم. اصلا التوضيح ده هيخفف الضغط عليك ويخلق تفاهم ما بينك وبين الشخص اللي بيتوقع منك انك بتطير في الجو. حط حدود بقى واضحة لتوقعاتهم وما تخليهاش تسرح منهم. فهمهم انك عادي ما بتطيرش في الهوا، لا ما بطيرش في الجو والله يا جماعة. مش لازم كل حاجة نفسهم انك تعملها فيطلبوها منك فهتعرف تعملها، مش هعرف انا. في ساعات هتطلب مني حاجة والله ما اقدر اعملها، ليه؟ عشان ربنا خلقني كده، انا قدرتي كده. خاصة بقى لو ده هيأثر على صحتك النفسية بالسلب. لو حسيت ان التوقعات والضغط النفسي بقت فوق طاقتك، ما ترددش طبعا ان انت تطلب مساعدة، يعني لازم تشوف حد اكبر منك مر بتجارب شبه دي تاخد رأيه. بس اهم حاجة يكون هو وقع في حاجة زي كده وقدر يتغلب عليها. ما انت ممكن تروح تلاقيه اصلا مضغوط هو كمان من توقعات الناس اللي حواليه، تبقى قصة حزينة دي. لو معرفتش بقى تحل كل المشاكل دي، مفيش اي مشكلة على فكرة ان انت تروح دكتور نفساني او متخصص تتكلم معاه. في النهاية التوقعات والضغط الناتج عنها ممكن يكون تحدي كبير، لكن مهم جدا نعرف نحط حدود ونركز على أهدافنا الشخصية. التعامل مع التوقعات اللي حوالينا بصراحة وبوضوح بيساعدنا إننا نحافظ على صحتنا النفسية ونحقق النجاح اللي نفسنا فيه. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع الناس اللي تعرفوهم وتابعونا في الحلقات الجاية. كان معاكم إسلام عمر، ونتقابل الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من بودكاست
أبناء البطة السوداء.